هل تتخيل منظرا أكثر إثارة من صراع النار والجليد؟ تخيلوا معي حما بركانية ملتهبة تدفق بقوة هائلة، وفي المقابل جبل جليدي هائل بارد كقلوب الأعداء. من سيفوز في هذه المعركة الأسطورية؟ الحمم البركانية هي نار سائلة تنبعث من أعماق الأرض الحارة جدا، تخرج من البراكين كأنها أنهار من نار تخرب كل ما في طريقها. أما الجليد فهو عكس النار تماما، يتكون من الماء عندما يصبح باردا جدا، يسقط من السماء على شكل ثلج، يتراكم فوق الجبال ليشكل جبالا جليدية ضخمة. عندما تصطدم الحمم البركانية بالجليد يحدث شيء مذهل، يتحول الجليد الصلب إلى بخار ماء ساخن في لحظات. تبرد الحمم البركانية شيئا فشيئا، لكنها تستمر في طريقها بقوة. سكشن 5 انفجارات ضخمة وبخار ساخن. يحدث هذا الصدام انفجارات ضخمة، يتصاعد البخار الساخن في السماء، تتكون سحب كثيفة تغطي المكان. منظر مرعب وجميل في نفس الوقت. سكشن 6 هل ينتصر الجليد على النار؟ قد يبدو الجليد ضعيفا أمام قوة الحمم البركانية، لكن كميته الهائلة يمكن أن تبطئ من تدفق الحمم. يمكن للجليد أن يطفئ النار أحيانا. هل سينجح في ذلك هذه المرة؟ سكشن 7 هل تنتصر النار على الجليد؟ الحمم البركانية ساخنة جدا وقوية جدا، يمكنها إذابة كميات كبيرة من الجليد بسهولة. تتحول الحمم إلى صخور سوداء عند التبريد. هل ستغطي هذه الصخور الجليد بأكمله؟ سكشن 9 أسرار من صراع العمالقة. لا أحد يعرف على وجه الدقة من سيفوز في النهاية، يعتمد ذلك على قوة كل من الحمم والجليد، لكن هذا الصراع يترك لنا أسرارا كثيرة. علينا دراسة هذه الظواهر لفهم كوكبنا بشكل أفضل. سكشن 10 ماذا لو استطعنا تسخير قوة الحمم البركانية؟ ماذا لو استطعنا استخدامها كمصدر للطاقة؟ قد يكون هذا هو مستقبل الطاقة النظيفة. علينا أن نفكر ونبحث عن حلول جديدة.